السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفسيخ، هنعمله بطريقة حلوة جدا جدا زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. وهقول لكم على الاسماك اللي ممكن تجيبوها، نوعية السمك اللي ممكن تتعمل فسيخ. اول حاجة طبعا ده اسمه سمك بوري. في منه نوعين اتنين، نوع اللي هو بيتعمل فسيخ، والنوع التاني بيبقى راسه رفيعة كده من قدام، ده بيتعمل فسيخ برضو بس بيبقى ناشف معاكي. فالافضل عشان تعملي فسيخ لازم تجيبي السمكية. اول حاجة لازم تكون السمكية طازة معاكي، وتكون النخشوش بتاعها احمر وجامدة من بره، وما يكونش سمك متلج. مش تجيبيه من التلاجة تعمليه فسيخ، ما ينفعش خالص طبعا. ولازم تكون السمكة بتاعة البوري بتبقى راسها مدورة من قدام، ما تكونش بوزة طويلة شايفين من تحت، واخدة شكل الدوران من قدام. التانية بتبقى بوزة طويلة كده، لو عملتيها هينشف معاكي ومش هيبقى حلو معاكي. تمام. اول لما تيجي تجيبي السمكة تقولي له سمك بتاع الفسيخ، وتعرفيه ازاي؟ بيبقى البوزة بتاعته بدوران زي ما انتوا شايفينها كده، ما تكونش ببوزة رفيعة من قدام. طبعا العين بتاعتها تكون بتلمع، ده طبعا بيبين ان السمكية طازة معاكي، وتكون جامدة من بره مش طرية كده. تمام. هنيجي بقى للخطوات بتاعتنا المهمة اللي احنا لازم نعملها بيها. اول حاجة طبعا معايا الملح، بس الملح بتاعنا لازم يكون خشن، ما يكونش ملح عادي اللي هو بتاع الاكل اللي احنا بنعمله، لا طبعا ده الملح خشن، عبارة عن حبيبات. ده بتشتريه بالكيلو من عند العطار، او في اكياس منه بره. قولوا له انا عايزة ملح خشن. انا واخدة كمية ملح يعني ملهاش برضو كمية محدودة، انا باخد الملح كده. ده حوالي كيلو ونص من الملح، عليه معلقتين اتنين كبار من الشطة الناعمة. في ممكن تحطي كركم، وفي ما تحطيش كركم زي ما انتوا عايزين. انا حاطه معلقتين اتنين شطة بس. لو عندك كركم حطي برضو. الشطة والكركم مادة حافظة كمان، بتدي للفسيخ لون حلو. انا كده قلبت الملح على الشطة، هركنه بقى في جنب كده، وهنجيب سمكية سمكية هنحاول نطريها، بس متحاوليش تطريها قوي، يعني حاولي بس تفصلي السلسلة عن اللحم. ما تحاوليش تطريه قوي خالص عشان برضو ما يتهريش معاكي. ايه فايدة ان انت بتعملي للسمكية مساج كده بالشكل ده؟ لما تيجي تاكلي الفسيخ هتلاقي اللحم بتاعه طري معاكي، مش ناشف كده زي ما انتوا بتبقوا شايفينه كده. ساعات نجيب فسيخ من بره نلاقيه ناشف، وساعات نجيب فسيخ نلاقيه زبدة وحلو قوي. هو بيبقى كده، هتطري السمكية هتبقى طرية معاكي. هطري بقى كل السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما افصل السلسلة عن اللحم. اهو كده خلاص خلصت الكمية اللي معايا، هركنها بقى على جنب. واجيب بقى طبق كده، ونجيب سمكية سمكية، ونجيب بقى الملح بتاعنا وندعكها من بره بالشكل ده كده. هنيجي بقى اهم خطوة، النخشوش بتاعنا لازم تمليه من الملح. وهقول لكم برضو ازاي الفسيخ بتاعك يطلع مالح قوي ويطلع عادب. هقول لكم برضو كل ده في الاخر خالص، هنمشي خطوة خطوة بس. كده اهوت. هنملى بقى النخشوش بتاعها بالملح. حاولي تكبسيها جامد، وبرضو تدعكيها من بره كده بالملح الخشن. اهو بملى النخشوش الاول، تضغطي عليه بايديكي كده، تحاولي تدخلي الملح فيها من جوه عشان يستوي، وبيستوي على الملح ده. تمام. زي ما قلت لكم، عايزين برضو تحطوا كركم، ممكن تحطي معلقتين اتنين كركم. الكركم مادة حافظة كمان، وبيدي لون حلو قوي للفسيخ، بس انا استكفيت المرة دي بالملح الخشن والشطة. طبعا الفسخاني ما بيحطش عليه كركم خالص، ولا بيحط عليه شطة، هو بيعمله بالملح الخشن بس. اخلص بقى الكمية كلها اللي معايا بالشكل ده كده، بتحشي النخشوش وبتتعكم الملح من بره. خلص بقى الكمية كلها، واقول لكم ايه الخطوات اللي بعد كده عشان يطلع معانا فسيخ زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. هركنها بقى على جنب كده، واخلص الكمية وهرجع لكم. بعد ما خلصت الكمية خلاص، هنجيب كيسة بالشكل ده، تكون كيسة كبيرة بقى على قد الكمية اللي انت هتعملها فيها، وتكون كيسة متينة شوية بالشكل ده، ما تكونش كيس رفيعة. اهو. حط بقى في قلب الكيسة كده شوية ملح من الخشن، بتنطوريهم كده في الكيسة. حط شوية محترمين، وما تخافيش خالص، استخدمي الملح زي ما انت عايزة. هقول لكم يعني برضو السمك يطلع معاكي او الفسيخ يطلع معاكي مظبوط ازاي. عايزاه عادب هقولك ازاي تعملي عادب، وازاي حادق هقولك برضو. كده خلاص رصيت 3
راسهم يمين، وهجيب برضو شوية كده من الملح ارشهم على الوش، وهجيب 3 رصهم شمال، يبقى 3 يمين و3 شمال، هزة يمين وهزة شمال. كده رشينا الملح بتاعنا. بعمل برضو طبقة تانية، بعمل 3 عكس و3 تانيين عكس، 3 كده يمين و3 شمال. وبرضو ما تنسيش ما بين كل طبقة بترش برضو شوية كده من الملح. اعمل برضو ال3 من اليمة التانية. وبرضو بنرش شوية ملح برضو على الوش، رش ملح وما يهمكيش، ما تخافيش خالص. اهم حاجة الملح يكون خشن يا بنات، ما تجيبيش بقى ملح ناعم من بتاع الاكل وتعملي لي بيه. هنربط بقى الكيسة بتاعتنا بعد ما نخرج الهواء منها خالص. تأكدي خلاص ان انت خرجت الهواء، اربطي بقى الكيسة ربطة كويسة محترمة كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنجي بقى للخطوة التانية، اهم خطوة طبعا من عوامل نجاح الفسيخ، ان انت لازم تغطيه كويس، ولازم تغلفيه كويس عشان ما يعملش ريحة وحشة معاكي، لانه بيستوي على البكتيريا اللاهوائية. هنجيب بقى الاسترتش بتاعنا كده، ونحاول بقى نحكم الكيسة كويس عشان خاطر ما فيش هوا يدخلها خالص. حاولي بقى تلف كتير، لو ما عندكيش بقى الاسترتش ده بكياس كتير بقى تلف في قلب بعضها وتحكميها اهوت كده تمام. بعد ما لفتها بالطول وبالعرض وما خلتش جزء فيها الا ما لفتها كده تمام. هنجي بقى للخطوة التانية، برضو هنجيب كيسة تانية وهنحط برضو الكيسة دي في قلبيها، وبرضو نحاول برضو نعملها باسترتش تاني. اسمه استرتش ولا استرش ولا استرتش، اللي هو الورق البلاستيك ده وخلاص، بساط احمدي. بعد كده هنجيب بقى الكيسة ونغلفها تاني، نربطها برضو وتطلعي الهواء منها كده، متخليش هواء يبقى فيها خالص. كده كده خلاص ما فيش هواء يدخل لها خالص من البلاستيك اللي احنا غلفناها بيه. كده غلفناها خلاص، كده بقى جاهز معانا خلاص. هنيجي بقى لمرحلة التسوية. مرحلة التسوية بقى يا بنات، في ناس بيحبوه عادب، وفي ناس بيحبوه حادق، وفي ناس بيحبوه متوسط. عايزاه عادب بعد 7 ايام بالظبط في الصيف بتفتحيه وتاكلي منه. عايزاه متوسط بعد 10 ايام. عايزاه حادق بعد 15 يوم بتفتحي عليه هتلاقيه حادق معاكي تمام. يبقى بعد 7 ايام بيبقى عادب معاكي، بعد 10 ايام بيبقى متوسط معاكي، بعد 15 يوم بيبقى حادق معاكي. الكلام ده بالنسبة للصيف. اما لو في الشتاء بتضاعف المدة بالظبط اللي انا قلتلك عليها تمام. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ان شاء الله لما يستوي باذن الله هفتحه معاكم واوريه لكم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.